at this moment she knew هيك انا عم صير معي هلا. مثل ما انكم شايفين الخزانه مليانه وما عندي محل، يعني حتى انا الثياب اللي عندي اياها نسيانه شو هي. شو فوقت على الموبايل اني انا مشتري شغله ونسيان اني مشتري. اول شيء رح نبلش بالجينز لانه اكثر شيء عندي هون جينزات وفوق، وبعدها بنشوف. فرح نبلش فيه. اول شيء اللي بدنا نخليه رح نحطه على اليمين واللي بدنا نكبه رح نحطه على اليسار. ليتس جو. واو مليان اغراض ولسه هلا عم فكر انا كيف رح كب اغراضي. انا كثير بكره هنكب الاغراض، بحب اشتري كثير بس بكره هنكب، بس ما فينا نخلي كل شيء. اوكي اول شيء رح شيل كل شيء من الخزانه وزته بالارض، كل الجينزات، وبعدين رح نقسم يمين ويسار. واو هذا الي شيء 500 سنه بدور عليه. بتعرفوا هذا الصوت at this moment she knew هيك انا عم صير معي هلا. هي اللحظه هي لحظه ندم. حتى على البيانو كان في بنطلون بنطلون كنزي بنطلون. كل هدول شكله ما راح ننام اليوم. شوفوا شو حلو هذا. اكيد ما نخليه. لا يسار هاد حلو مريح ما نخليه. I like it a lot. هذا اكيد ما نخليه. سكيرت بولمبير بنطلون جينز اسود ما نخليه. 3 days later. اوكي فسطرت البناطيل اللي رح خليها مع هاد، وهدول البناطيل اللي ما بدي اللي رح كبهم. اللي عملته انه البناطيل اللي ما كثير حلبسها رح احطها من ورا، واللي هن هدول البناطيل الجينز اللي كثير بلبسها، هدول البناطيل اللي مانن جينز. شايفين؟ اوكي خلصنا. المشكله الوحيده انه كثير كبار ما عم يدخلوا لجوا. اللي عملته اني حطيت البناطيل اللي كثير بستخدمها هون. هي البناطيل اللي مانا جينز بلبسها كثير، خاصه انه بدي اطلع بالسياره. الفتره الاخيره عم اطلع كثير بالسياره، فبلبس اي شيء مريح هيك وبطلع. ما بيهمني يكون جينز، ما بيهمني يكون حلو، ما بيهمني يكون مطبق، بس لازم لاقي حل انه يساعوا. هلا بس ضل علينا باقي الخزانه. رح اعمل كل الكنزات، رح نزل كل شيء في كنزات ونرجع نصدر نعمل نفس العمليه. وعلى فكره الشامبو يلي بالزاويه كنت اخذه معي على دروس السباحه مشان اتحمم يعني بعد ما اخذ دروس السباحه. الكنزات هون رح ننزلهم كلهم على الارض. طبعا الكنزات يلي هون واللي هن هدول هن المشكله. ويو الكنزات يلي بستخدمها كثير هي اللي خليها معلقه. خليها معلقه، وهي خليها معلقه كمان، وهي خليها معلقه، وهذا في العلقه. هدول لازم اضربهم، وهدول خلص هدول ما في داعي نلقون. بلش سطر هون الكنزات اللي بستخدمها كثير لانه هونيك امتلى. هونيك عم سطر اكثر شيء. هونيك عم سطر اكثر شيء الكنزات الشتويه اللي هي الشتويه ما لبستها، بس حابه اني البسها الشتويه الجايه. هلا لسه عنا شويه برد فبيلبس لسه الشتوي. الثياب الصيفيه كلها تقريبا ما عندي لانه كبيت كل شيء انا الصيفيه المال. بدايه الشتويه هي بدي اشتري كله جديد، ولهيك انا عم رتب وكب، وعلى اساس اني عم كب كثير. كبيت كثير بس في شغلات ماني عم استغنى عنها. ما في 2 يورو سن الفندق. هي رح كبها، هي بحبها كتير. هي ما بعرف كبها وخليها، انا ما بحب كتير اللون الاخضر. رح كبها، وهي قديمة جدا فرح كبها. كتير من الشغلات يلي عم كبها هي من شين، كنت اشتري من قبل كتير جميل. هذا القميص شايفين شو صاير فيه لاني ماني علقته. نتركه حاليا هون، بعدين بشوف شو رح اعمل فيه. شوفوا هي مثل الكورسيت، كتير حلوة، كتير كيوت، كتير كلاس. واو ريحته واو كتير حلوة. المهم خلصت اللي كنت مبلشي فيه، ولكن عملت نص الخزانه مو كل، يعني لسه في الفساتين، لسه هون في ظرفتين من تحت وظرفه من فوق، ضل بدهم لسه الشغل كتير وانا وقت وطاقه ما ضل عندي. ضل علينا انه رح اجيب كيس وراح نحط فيه كل الثياب اللي بدي كبها او اللي يمكن اتبرع فيها. صداب بشي 10 جينز ولسه في شي 5 بالارض. خلصنا. هدول بنسالن، هدول ما عملناهم من هون. واو سو كيوت. واو هدول بدهم تصطير من اول وجديد لسه، وبدهم كب وبدي ما بعرف شو. وهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. وبدي اقول اذا عجبكم الفيديو حابين تشوفوني اكثر اشتركوا بالقناه، حطوا لايك لهذا الفيديو وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تبتسموا اليوم. باي.